السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسام مجدي. النهاردة طبعا جاي أتكلم على ماتش الأهلي وصن داونز. مواجهة مرتقبة طبعا يوم السبت إن شاء الله في جنوب أفريقيا إن شاء الله. نتكلم بقى على إيه فرص النادي الأهلي في التأهل إن شاء الله. النادي الأهلي موقفه صعب. النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقط، صن داونز في المركز الثاني برصيد 7، والهلال السوداني اللي قلب الدنيا في المجموعة دي في المركز الأولاني ب9 نقط. النادي الأهلي طبعا في حالة فوزه إن شاء الله، فهو أنت بتتكلم في حالة فوزك، فأنت أنت بتريح دماغك. أنا بعتمد على نفسي، أنا مش عايز هدايا من حد. أنا همشي حالي وأنا هعتمد على نفسي، وأنا اللي هوصل نفسي إن شاء الله. ففوز النادي الاهلي ده معناه ان انت خلاص انت خلاص هتعتمد على نفسك. طبعا الكلام ده كله احنا بنتكلم عليه على موقف الماتش الاهلي من صن داونز. والاهم من ده كله هو طبعا احنا دي مفروغه منها ان انت هتكسب ان شاء الله الهلال والقطن ان شاء الله. فدي احنا بنتكلم في موقف النادي الاهلي من ماتش صن داونز، لان المفروض الطبيعي ان شاء الله ان انت تكسب القطن في جروه، وتكسب الهلال عندك هنا في استاد القاهره ان شاء الله. طبعا ده بالنسبه لحاله الفوز. طبعا يا حاله الفوز انت هتكون وممكن يعني بفوزك ان شاء الله ممكن توصل اول. تمام. فنيجي بقى في حاله التعادل. حاله التعادل النادي الاهلي اذا تعادل ان شاء الله، يعني لو ربنا قدر ليه ان هو يتعادل، فحاله التعادل انت بقيت عندك 5 نقط، صن داونز عنده 8 والهلال عنده 9. هتيجي في المواجهه البتاع انت ان شاء الله هتكسب القطن، هيبقى عندك 8 وصن داونز مثلا مع صن داونز. فانت في هنا بقى في قصه بقى. انت فتحت في قصه ان مثلا الهلال لو كسب، تمام، الهلال لو كسب تبقى الدنيا خربت. ليه بقى؟ لان الهلال لو كسب بيوصل خلاص للنقطه 12 وانت 8 نقط. 8 نقط انت هتكسب الهلال هنا هتبقى اقصى نقطه هتوصلها هو ال 11. صن داونز عنده 8 لو الهلال كسب. احنا كل ده انا بنتكلم عن الهلال لو كسب صن داونز. الهلال عنده 8 نقط. الهلال لو كسب صن داونز كده هيوصل للنقطه هيوصل للنقطه 11 بعد ما يكسب القطن على ارضه. تيجي هنا بقى النتائج المباشره ما بينك انت وصن داونز. فتعادلك بقى طبعا انت هنشوف نقطه تعادل، هنشوف المواجهات المباشره. مثلا احنا بنقول ان الاهلي تعادل مع صن داونز في جنوب افريقيا، تعدي كام؟ 0-0، 1-1، صن داونز يوصل وانت ما توصلش. في حاله فوز الهلال على صن داونز وتعادل النادي الاهلي وصن داونز. لكن طبعا احنا بنتكلم في قصه ايه؟ ان الهلال يتغلب من صن داونز او التعادل. مع التعادل طبعا بتاعك مع صن داونز بيوم السبت ان شاء الله. في الحاله دي انت تكسب ان شاء الله، تكسب الماتشين بتوعك اللي هم القطن والهلال، وتكسب الهلال بفرق هدفين عشان بياخدوا في حاله التساوي. الاتحاد الافريقي عامل شروط ان انت في حاله التساوي بياخدوا المواجهات المباشره من بين الفرقتين. التساوي في المواجهات المباشره بياخدوا فرق الاهداف. بالتساوي فرق الاهداف بياخدوا اللي سجل اهداف خارج الارض. فطبعا ده كل ده ايه لازم انا بقولها لحضراتكم عشان تبقوا حضراتكم متصورين الشكل الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع النادي الاهلي. فحتى الخساره بقى لا قدر الله، حتى الخساره انت لا بديل ان صن داونز يكسب لك الهلال. تعادل الهلال مع صن داونز انت بره، الهلال يكسب صن داونز انت بره. ففي حاله الخساره او في حاله التعادل فانت هتبقى قاعد مستني تشوف النتائج الدنيا ماشيه ازاي معاهم، مع بين الهلال وبين صن داونز. لكن فوزك هو انا ما بيهمنيش حد، انا كسبت صن داونز وهكسب القطن وهكسب الهلال ان شاء الله، فانا هوصل. طبعا الموقف النادي الاهلي لا يحسد عليه. القصه صعبه جدا كمان، لكن ان شاء الله مش مستحيله. هي محتاجه 11 راجل، ومحتاجه قبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. واللي رايده ربنا هيكون ان شاء الله. مفيش يعني ما الكره فيها كده وكده. والمشكله كمان اللي مخليه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي مش مطمنه هي ان النادي الاهلي مش في احسن حالاته. صراحه يعني الواحد يقولها يعني قولا واحدا، النادي الاهلي مش في احسن حالاته. النادي الاهلي في كاس العالم للانديه كان قدم اداء متميز. من بعد ما رجع من كاس العالم للانديه الدنيا مش احسن حاجه معاه. لعيبه مجهده، لعيبه في اصابات، في الدنيا مش مظبوطه معاهم، يعني في هبوط لمستوى بعض اللعيبه.
فده كل ده مأثر على النادي الاهلي. كل ده طبعا، ده كل ده يعني انا حبيت بس احط لحضراتكم الاحتمالات بتاعت النادي الاهلي ان شاء الله، لان القصه صعبه وربنا يكرم ان شاء الله. كان معكم حسام مجدي. اذا عجبك الفيديو دوس لايك، وما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.